أهلا بحضراتكم. زي ما وعدنا حضراتكم النهاردة هنتكلم عن بوتاجازات لا جرمانيا، وبالتحديد موديل 9M200G4A، وهو أعلى موديل في عائلة المودرن في لا جرمانيا. الغطا بتاع البوتاجاز زجاجي مراية وسهل الخلع لو أنا مش محتاجه في البوتاجاز. الشعلات بتاعته نظام غرف غاز، الشعلة الكبيرة ثنائية الإشعال، فالنار بتيجي من مصدرين فبتدي قوة نار عالية أوي، أكتر من 4.25 كيلو وات. عندي بقية الغرف غرف غاز برضو، وفيها شفة كلها بحيث لو حاجة فارت أو أي مية نزلت المية ما تنزلش في غرفة الغاز. عندي السطح فيه 3 أحواض عميقة، كل حوض منفصل عن التاني، بحيث لو حاجة جنب أو حوض مش نضيف أو مكان فيه مية نزلت فيه أو أي حاجة، ما اضطرش إن أنا أنضف البوتاجاز كله، لأ أنا أنضف الجنب اللي هو مش نضيف. عندي الحوامل بتاعة البوتاجاز حوامل الحديد الزهر، ودي بتستحمل درجة الحرارة العالية جدا، وبتثبت معايا الأواني. الاستانلس بتاع البوتاجاز استانلس مط، ومن أعلى درجات الاستانلس، يعني مش هلاقي الاستانلس اللي هو موجود في السطح بتاع البوتاجاز الجرمانيا مش هلاقيه في بوتاجاز تاني، درجة استانلس أعلى من دي. بالنسبة للزراير، عندي الزراير الإشعال الإلكتروني من الزرار نفسه، يعني مفيش زرار منفصل للإشعال، لأ أنا مجرد ما أضغط على الزرار بتاع الشعلة فهو أوتوماتيك هيولع معايا. فده اسمه إشعاع إلكتروني. البوتاجاز فيه مروحتين، مروحة توزيع حراري ومروحة تبريد. مروحة التوزيع الحراري اللي أنا بشغلها من الزرار، لها زرار خاص بيها. مروحة التبريد تشتغل أوتوماتيك لأن البوتاجاز ده فيه ترموستات، لما درجة الحرارة بتوصل لدرجة معينة مروحة التبريد بتشتغل، تتبرد على الزراير وتبرد كمان على الباب، ولما درجة الحرارة بتنزل على الدرجة دي بتبدأ تقف لوحدها. درجة حرارة الفرن بتوصل ل270 درجة مئوية. الشواية عندي هنا بالعرض ودبل مش فردية، وده بيعمل توزيع حراري كويس جدا للفرن من تحت أو للشواية. عندي برضو الشواية بالموتور اللي بتبقى في نص الفرن. عندي الحوامل بتاعت الفرن من الاستانلس غير الحوامل البلت ان، ودي بتسهل دخول أي أواني للفرن وبتسهل عملية التنظيف. العزل بتاع الفرن من الصوف الأبيض اللي هو أنضف أنواع العزل، اللي أنا مش محتاج أعمل منه تخانة عالية أوي عشان أعمل عزل كويس، لأ أنا العزل الأبيض أنضف من أنواع العزل اللي هو موجود في فرن أو بوتاجاز لا جرمانيا. فبيبقى ليه ميزة إن هو بيبقى أقل القليل بعمل منه عزل كويس، وفي نفس الوقت بيديني مساحة كويسة في الفرن بتصل ل125 لتر، ودي مساحة كويسة جدا بالنسبة لفرن لا جرمانيا. الباب هنا هيدروليك سهل الفتح والإغلاق. في حافظة عندي هنا ممكن استخدمها إن أنا أحط مقلاية أو أحط أي أواني، أو أحط أي حاجة أنا عاوز أحتفظ بدرجة حرارتها. عندي أرجل رجلاش تشتغل بنظام الرجلاش إن أنا ممكن أتحكم في ارتفاعها براحتي. عندي البوتاجاز هنا في مدخلين للغاز، مدخل يمين ومدخل شمال، بحيث إن أنا أحط البوتاجاز في الحتة اللي أنا عاوز أحطها براحتي. البوتاجاز ده شغال غاز طبيعي على طول، يعني الفواني الموجودة فيه غاز طبيعي. لو أنا هشغله غاز طبيعي فأوتوماتيك أنا هكلم شركة الغاز تيجي توصلهولي ومش هتغيروا له أي فواني. لو أنا هشغله أنبوبة فأوتوماتيك هكلم العربي هيبعت لحد يحولهولي أنبوبة. طبعا بيشيل الفواني الغاز طبيعي ويحط فواني أنبوبة. بالنسبة للضمان، البوتاجاز ده ضمان العربي 5 سنوات ضمان شامل. وإلى اللقاء في المرة القادمة.